اللي عندك اختلط عليكم. في حزب اتحاد ديمقراطي القيادة على مستوى شمال وشرق سوريا نعقد ندوة حوارية على أساس الذهنية اللي عم تمارس على المرأة، الذهنية السلطوية يلي دائما يعني دائما نقول نحن كمرأة أساس المجتمع، لازم نوصل صوتنا لكل يلي موجودين لكل الدول، لهيك بشخصيات رفيقات نقيم الوضع اللي نحن عم نعيش فيها لعدم تكرار أو لتلافي تكرار تراجيديا اللي عم يعاني أو عانيناها خلال عقبة اللي كان يترأسها النظام البعثي. بعد التغيير النظام البعث، النظام الجديد، كيف آلية العمل، كيف آلية السير، الأنشطة السياسية وتشكيل الدولة وتشكيل نظام الحكم الموجود بسوريا، كيف راح تكون وضع المرأة، وضع النساء، دور النساء بسوريا الجديدة كيف لازم تكون، حتى دور المكونات، المرأة الشابة، صلاحيات اللي تنعطى للمجتمع، الحرية اللي لازم تتواجد ضمن المجتمع، آفاق الحرية بشكل عام كيف لازم تكون. هاي النقاط نحن بصدد نقاشها، بصدد انه دائما يكون لنا رأي، يكون لنا تقييم، يكون لنا موقف من هاي الإجراءات اللي عم بتصير، لأنه إجراءات اليومية اللي عم بتصير تحدد مصيرنا، تحدد مستقبلنا، تحدد مدى توجهنا للمستقبل ولحفاظ على كياننا كمرأة شابة، أنه تحافظ على بناء مجتمع ديمقراطي، مجتمع مبني على قبول الآخر، مبني على إعطاء الحرية لكافة المكونات، إعطاء الحرية للمرأة، إعطاء المجال للشبيبة، شبيبة تكون قادرة لقيادة المجتمع. هي كلها تفاصيل، هي كلها أمور عامة، ولكن هاي أمور كنا محرومين منها كمجتمع سوري بشكل عام بأيام عقبة اللي كان نظام البعث كان عم يمارسها. الحكم بسوريا ما هي طموحات أو منهج تحافظ على أهدافنا كثورة السورية. نحن لازم أو توجهنا الحقيقي الأساسي هو أنه نحن الشعب السوري لازم يكون المواطنة الحرة مبدأ كمشروع شمال وشرق سوريا، وكتوجهنا نحن كحزب الاتحاد الديمقراطي بيدا بهاي المرحلة أمام هاي التطورات اللي عم بتصير. قبل كان على حساب النظام البعثي اللي كان ضمن هياكل نظام حزب البعث، معناته كان ضلنا أمثال رفيقة هفرين، أمثال رفيقة سوريا، يعني في كثير من الرفيقات من تجملت بملف السوري على أساس مصالح بنيوية، مصالح متواجدة أو لسير سيروا العمل أو بأي شكل من الأشكال ما كان يحصل على حريته. رجعنا لموضوع الأقليات وموضوع الشعب الكردي، شعب متماسك له تاريخ بهذا الأرض، لازم يشارك بكل مؤسسات الدولة، لازم يكون موجودة بهياكل الدولة، إن كان مجلس التشريعي، مجلس الشعب، إن كان مجلس التنفيذي، إن كان بكافة هياكل الدولة لازم يكون متواجد، بما أنه هو شعب متواجد تاريخيا على أرض الواقع. لازم يكون الشعب